السلام عليكم. أجي نعطيك شي حقائق اللي ربما تكون غايبة عليك. شوف، هما الجزائريين هي من اللي كيقولوا الزليج تلمسان، لأنه أعرق ما في تلمسان، يعني أعرق ما فيها، سواء آثار مساجد، آثار معمارية، راه كتعود إلى العهد الماريني. وحتى العلماء الجزائريين المتخصصين في الآثار ولا المؤرخين كيقولوا بأن السلطان عبد الحق الماريني أو أبو عينان ماريني هو اللي أسس وبنى في تلمسان، وهنا وصل الزليج. راه الزليج في هذيك الفترة راه كان في دولة وحدة، راه من المغرب والشادة راه كانت تقريبا كتحسب دولة وحدة. المارينيين راه كانوا متواجدين في تلمسان، وقبل المارينيين راه كان إدريس الأول، راه حتى هو بنى المساجد في تلمسان. باش تعرفوا غير هاد الحقائق، ما تبقاوش هكا. ومن اللي بنى المساجد في تلمسان من الطبيعي انه غادي يستخدم اليد العاملة المغربية اللي جابت مع الزليج تما ووظفاتو في هذوك المساجد. هذه هي الحقائق اللي كاينة. وانتوما نعطيكم واحد الحاجة، انه ما تبقاش تجيب لي تصاور تقول لي هز الليل ديال تلمسان، هز الليل ديال تلمسان، واش عندك شي ورشات؟ انا نعطيك دابا فيديوهات انت غتشوفهم ومتع ليا وين تشوف الورشات كيفاش كيتخدم الزليج الاصيل وكيفاش كيتركب. ما تجيبش ليا تصاور تقول لي هز الزليج هز الزليج، باش عرفنا انت كتصنع هاد الزليج او انت اللي كتركبو. ما كاين حتى شي دليل على داكشي. عطيني اخويا فيديوهات، عطيني ورشات. هذا شوف، خود سيدي السير تسير في المغرب، طلع الفاس وشوف كيفاش كيتركب الزليج وكيفاش كيتخدم مع الصناعية، كيفاش كيخدمو داكشي.